مش كل مصمم جرافيك فنان. استنى بس ما تقفلش، دي مش اهانه، دي حاجه لو فهمتها هتودي شغلك في حته تانية خالص. من اكتر الحاجات اللي بشوفها ان الناس فاكره ان التصميم فن، وانا شخصيا كنت فاكر ده لحد فتره قريبه جدا اللي هي من شهرين تقريبا يعني. وده مش من فراغ، لانهم شبه بعض جدا في الشكل، زي الالوان، التكوين، الاحساس نعمه والله. فطبيعي جدا ان اي حد يقول ما هو المصمم لازم يكون فنان، ولكن الحقيقه ان في فرق كبير جدا بين الاتنين. الفنان بيشتغل لنفسه والمصمم بيشتغل للسوق. الفنان لما بيرسم لوحه هو بيرسمها عشان يطلع فيها شغفه، روحه، رؤيته، مشاعره الشخصيه. مفيش كلاينت فوق دماغه بيقول له كبر اللوجو كل شويه. معلش ممكن نكبر التعبان شويه كمان. كمان كمان معلش كمان. معلش هو التعبان ده يقرب لك؟ كبره بس معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. اما المصمم، يا عيني على المصمم. لو انت مصمم انزل اعمل لايك تحت. المصمم مش شغلته ان هو يعبر عن نفسه، المصمم شغلته ان هو يعمل تصميم يبيع، يوصل رساله، يجذب انتباه، لان ده هو هدف الكلاينت. وانت شغلتك كمصمم انك تحقق الهدف ده حتى لو كان ضد ذوقك الشخصي. الكلام ده بيوجعني انا شخصيا والله. وهي دي المشكله اللي الناس كتير بتقع فيها، ان المصمم بيدخل بعقليه الفنان، فبيبدا يقول جمل زي انا شايف ان ده احلى، الالوان دي ارتستيك اكتر، التصميم ده بيعبر عني. بس السؤال هنا، هو التصميم بيعبر عنك ولا بيحقق هدف العميل؟ لان في الاخر التصميم معمول عشان يحقق هدف العميل، مش يعبر عنك انت. التصميم معمول عشان يشتغل ويبيع او يوصل رساله. بس لو التصميم جميل ومش بيحقق هدفه يبقى ده فشل مش فن. وانت عارف كمان ان انت لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي فده فشل. بس ليا انزل اعمل لايك. هل ده معناه ان الفن ملوش لازمه؟ بالعكس، الفن بيديك ميزه قويه جدا، بيديك احساس اعلى، قدره انك تشوف التفاصيل، بيديك ستايل مميز جدا في شغلك. بس طول ما هو تحت سيطرتك، مش انت اللي تحت سيطرته. طول ما انت اللي سايق مش هو اللي سايق. بمعنى اصح، تستخدم الفن عشان الهدف، مش تستغل الهدف عشان توصل فن. أنا فنان بوهيمي. بوهيمي أي يعمل ما يحلو له. خلينا ندي مثال بسيط ولكن تخيلي عشان ما يحصلش مشكله بيني وبين حد. خلينا نتخيل بوستر معمول بشكل فني جدا، ومعمول فيه كومبوزيشن احترافي قوي، والوان في غايه الجمال، ولكن مش مفهوم، محدش فاهم هو عايز يقول ايه. على الجانب الاخر بوستر بسيط، واضح، مباشر، ويوصل لك الرساله في اول 3 ثواني تبص عليه فيها. تفتكر مين فيهم هينجح؟ انا برجح البوستر التاني، لان ببساطه التصميم هنا اشتغل وباع، حقق هدف العميل، مش بس اتشاف والناس قالت الله. بعد 10 سنين شغل كمصمم جرافيك اقدر اقول لك بكل صراحه انك مش لازم تكون فنان عشان تشتغل مصمم جرافيك، بس لو عرفت تمزج ما بين الاتنين فانت هتوصل لمرحله عاليه جدا. الفكره هنا مش انك تبقى فنان بس، الفكره انك تبقى فاهم الهدف، فاهم الجمهور، فاهم انت بتعمل ايه وليه والمين. عايز اعرف فيه ايه. ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان. انا عايز اعرف فيه ايه. المصمم مش بيرسم عشان يعبر، المصمم بيرسم عشان يوصل. والفن هو اداه، يا اما تخليك مميز قوي يا اما تضيعك، حسب انت بتستخدمها ازاي. لو انت مكمل لحد دلوقتي قول لي رايك، هل المصمم فعلا لازم يكون فنان ولا شايف ان دي مبالغه؟ اكتب لي في الكومنتات ودوس لايك لو لسه ما دوستش، ولو حابب تشوفني تاني فاعمل فولو او سبسكرايب حسب انت فين. انا محمد محمود وده برنامج الناقد الاعلاني، واهلا بيك في غابه الاعلانات.